طفولتنا او طفولتكم بمعنى اصح يعني في افلام وكرتون وحاجات كتير جدا اتفرجنا عليها وكنا مرتبطين بيها بشكل كبير جدا. منهم الفيلم ده ميت ذا روبنز. هتكلم النهارده عن رساله من اكتر واجمل الرسائل المهمه في حياتنا عامه واللي بيقدمها الفيلم دوت. بنبدا ونشوف واحده سايبه طفل عند دار الايتام بتخبط على الباب وتقوم رايحه ماشيه، تطلع صاحبه الدار وتشوف الطفل وما بتلاقيش اي حد في الشارع خالص، ونشوف الطفل لما كبر وده لويس، واد ذكي جدا بيحب يخترع حاجات غريبه. الواد اللي عايش معاه في الاوضه دوت اللي تحسوه ما نامش بقاله قرن ازلي هو جوب، بيحب رياضة البيسبول ديت ونفسه ينام بس مش عارف علشان لويس قاعد طول الليل والنهار فاتح النور وعمال يخترع في حاجات غريبة جدا. فبتيجي عيلة علشان تتبنوا لويس، بيشوف العيلة ويقول لهم في حاجات كتير جدا نفسي اعملها زي ان اخلي العربيات تطير، هو بس شوية خيال بس واتعلم شوية علوم كده واعمل كل ده عادي جدا يعني. بيقولوا له واو ده حاجة جميلة جدا، بس قول لي بس ايه رياضتك المفضلة بقى يا لويس؟ بيقول احنا ممكن نحسب الاختراع دوت رياضة صح؟ انا عملت آلة تحميص التوست وزبدة الفول السوداني. طلع فين يا عم؟ استنى ما اوريك، استنى هتشوف دلوقتي. احنا ما بناكلش بينا بطر يا لويس معلش يعني. بيفتح المسدس بس المسدس بيبقى بايظ ما بيشتغلش، بعدين بيغرق كل الناس زبدة فول سوداني. هو إيه اللي بيحصل ده؟ هو يتحول ولا ايه؟ انا جوزي عنده حساسية من الفول السوداني يا متخلف. بيطلعوا يجروا بيطيروا في الدنيا، وبتقول لصاحبة الدار ان لويس غير مناسب لنا نهائي. نشوف لويس على السطح فالست بتقول له عادي يا لويس احنا لسه ما لقيناش العيله المناسبة. عادي يعني عيله مناسبة؟ دي العيله رقم 124. انا عدد كل المقابلات اللي انا قابلتها دي كلها ومسجلهم كمان. انا السنه الجايه هيبقى عندي 13 سنه، وانت عارفه مدى صعوبه ان حد اصلا يتبناني او يتبنى حد مراهق. مفيش حد عايزني خلاص، حتى امي ما كانتش عايزاني. بس يعني ما تقولش كده، انت عيل شطور واي نعم مهووس شويه وعبيط بس برضه لسه جميل، وانا متاكده ان امك بتفكر في اللي احسن ليك عشان كده سابتك. ايوه فعلا انت صح، امي هي الشخص الوحيد اللي كان عايزني فعلا. انا قلت ممكن بس يعني مش اكيد. استني بس، ولو هي كانت عايزاني ساعتها فهي هتبقى عايزاني دلوقتي. انا لازم الاقيها، ولما ده يحصل هترجعني ليها تاني وهنبقى عيله مره تانيه. ايه ده عبقريني دلوقتي مفيش حد عارف اصلا هي فين ولا شافها يا لويس. لا ازاي انا شفتها مره واحده في عقلي هنا بس لازم افتكر. وخلاص لقاها، هو عارف هو يعمل ايه دلوقتي. هيخترع اختراع فشيخ دلوقتي. بيرسم صورة ليه ولأمه ويثبتها، وبيخطط انه يبني آلة زمنية عشان يقدر يشوف امه بس مش اكتر. يروح المدرسة والجامعة والمكتبة وكل حاجة عشان يدور ويفهم اكتر عن اللي عايز يعمله. والاستاذ بتاعه بيديله دعوة لمعرض العلوم عشان يبقى يجي هناك بالاختراع بتاعه الجامد دوت. بيشتري حاجات ومعدات ويقعد يجرب في الواد الصغير دوت. الولد اللي مش عارف ينام هيموت وينام. اول تجربة ليه بتفشل بس ما بيستسلمش، يحاول تاني وبيخلص الآلة. بس جوب الصغير تعبان ورايح يلعب ماتش بيسبول دلوقتي، بس هو ما نامش بقاله سنين وشكله هينام في الماتش كمان. كل ده عشان لويس قعد طول الليل على مشروعه الغبي دوت. جيب القهوه دي كده جميل جميل هتفوقني ديت عبال ما اروح الماتش. لويس ما بيلحقش يجرب الاله علشان يلحق ميعاد دار العلوم، فبتقول له انك لازم ترجع بدري بسرعه علشان في عيله هتيجي تشوفك شويه كده. بقول لها لا انا خلاص زهقت من كتر المقابلات والرفض، ومشروعي ده هو مستقبلي مش اي حد تاني. بنروح لمعرض العلوم ونشوف الاساتذه. النسخه العربيه للاستاذ دوت اسمه عبده الجن يعني، والدكتوره المهووسه بالعلم، وده الراجل بتاع العضلات. لويس بيوصل بالاله بس بيقابله واد كده اسمه وائل، فبيقول له ان انا جاي من المستقبل علشان احميك، وفي راجل هنا بطاقيه بيطاردك وعايز يمسكك وانا لازم امسكه عشان هو برضه سرق آلة زمنية من عندنا في المعمل. لويس ما بقاش مصدقه خالص اصلا وفاكره بيخرف. والواد وائل هنا بيطلع ويشوف حد بيفكره الشرير، بس بيطلع حد غلبان جدا ولا يعني ملوش اي علاقه باي حاجه من الحاجات دي كلها. نشوف هنا الشرير اللي طاقيته بتطير تفضل ماشيه لحد ما بتتحول ايد مثلا مش عارف عنكبوت، فبتدخل في الآلة وتبوظ فيها. هنا الأستاذ والدكتورة بيجوا عشان يشوفوا اختراع لويس، فبيقول له بقى على البتاع ده يفرقع تاني زي ما فرقع في الأول. بيقول له لا 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 أمان أمان ما تخافش كله تحت السيطرة. فبيشرح لهم عن الآلة وإن لو أنتوا نسيتوا أي حاجة قبل كده وما قدرتوش تفتكروها أنا حاسس إنها متخزنة في دماغكم، وأنا عملت الآلة دي علشان ترجع الذكريات. فهي علشان تشتغل أنتوا بتكتبوا هنا الزمن والتاريخ اللي أنتوا عايزينه يعني. وبعدين المصفى اللي على دماغي ديت بتقرأ الحاجات اللي في عقلي وبعدين بتتعرض على الشاشة المدورة دي. أنا هرجع 12 سنة وشوية أيام كده عشان ده وقت مهم جدا بالنسبه لي. شغاله والشاشه بتنور، الناس مبهوره جدا من التطور اللي بيحصل ده، بس المروحه بتطير وتكسر النور والدنيا بتتقلب في المكان كله، الفوضى تعم على المكان. لويس بيقول انا اسف ما كانش قصدي خالص. بيقول له مش دلوقتي يا لويس مش دلوقتي خالص. بيرمي كل حاجه ويطلع يجري.
والواد وائل دوت بيجري وراه. الشرير ابو طاقيه بيجي وياخد الاله ويمشي، ونشوف لويس على السطح متضايق وزعلان جدا وقاعد يقطع في رسومات الاله، بيرمي رسمه الاله بس بترجع تاني. استغرب جدا فبيروح بيلاقي الواد وائل موجود، بيحاول يقنعه انه يرجع على المعمل ويصلح الاله تاني عشان ابو طاقيه دوت هو اللي بوظها، هي مش بايظه ولا حاجه. بيقول انت مجنون باين، مفيش ابو طاقيه ولا انت من المستقبل حتى ولا اي هبل من كل ده، انا بس اللي فاشل، لو انت فعلا من المستقبل فاثبت دوت. بيقول له طيب لو انا اثبتت ده هترجع تاني للمختبر وتعمل الاله من اول وجديد. بيقول له طيب ماشي عادي. بيمسك لويس ويقعد يزق فيه ويقوم راح راميه من على السور، بس بيفضل واقف في الهواء، وبتطلع مركبه فضائيه في الاخر وبياخده ويطير للمستقبل لعالم مختلف تماما عن اللي كانوا فيه، متطور والدنيا والعه هنا. فبقول له يلا بينا بقى لما نروح للمعمل عشان نصلح الاله. بيقول له انا مش هعمل كده طبعا يا وائل، دي آلة زمنيه كحيانه جدا، انا ليه هصلح الهبل ده، بحيث انك اصلا ممكن تاخدني اشوف امي بالمركبه بتاعتك دي، ممكن ترجعني بالزمن واخليها ما تسلمنيش للدار خالص. بقول له لا ما هوش ده اللي احنا اتفقنا عليه، هو المفروض ان احنا نعمل الآلة دوت. بقول له انت عبيط يا ابني، حد كده لما سوق وبيقعدوا يتشكلوا ويقعدوا يخبطوا في بعض لحد ما رايحين واقعين في النجيله. راح قايم بقول ايه الهبل ده، انا ابويا يقتلني دلوقتي، المركبه باظت. بقول له انت مكبر الموضوع ليه، مفيش هنا اي محل مثلا ممكن يصلح الالات دي؟ بقول له لا مفيش غير آلتين زي ديت، واحده معانا دلوقتي وابو برناطه سرق واحده، ايه رايك بقى لما تصلحها انت يا ذكي جدا؟ تصلحها انت عبيط، او اقول لك ماشي ممكن، بس بشرط اصلحها بس توعدني انك تاخدني لامي. خلاص ديل يا نجم اتفقنا. بنشوف الشرير وهو رايح علشان ينسب اختراع الاله دوت لنفسه، بس هو مش معاه ميعاد اصلا، فهيدخل ازاي يعني؟ بتقول له انت معاك ميعاد الساعه كام؟ بيبص في الساعه كده ويخترع ميعاد، بقول له الساعه 2، الساعه 2 اهي، فانا عندي الساعه. بتقول له انت اسمك ماري؟ بيقول لا هو ممكن ده يبقى اسم ولد صح؟ تقول له ايوه عادي. بيقول لها ماشي انا مش عارف ايه التخلف ده يعني، العالم دوت ما عندوش عقل يعني ولا ايه، بس ماشي عادي يعني. بس هو مش عارف هيقول ايه اصلا قدامهم لما يقابلهم. فالطاقيه ديت بتدخل وتغششه، تفضل واقفه ورا الازاز كده. بيدخل استعدوا للجمدان، ده هو اختراعي. بيقول له اخلص كده انت قدامك دقيقتين بس، يلا انجز بقى. بيشيل الكرتونه، واو ايه ده، الناس كلها بتنبهر. بيقول انا بحب اسميها، تبص على ايه مفيش، ده الشمس بس جايه في عيني. ومن قايل له خلاص هقفل لك الستاره عادي جدا. بعدين بيروح يلبسه المصفى، بس مش بيعرف يشغل الاله خالص. الاله ما بتشتغلش، والراجل خلاص يتضايق والاله بتقع، والراجل بيتسحل على الترابيزه بالبلياردو، وقوم راح ماسك فيه وبيركلوه بيرموه في الشارع خالص هو والاله بتاعته الغريبه دي. فخطته دلوقتي انه يلاقي لويس ووائل بيزقوا المركبه لحد ما بيوصلوا للجراج بتاع عائله وائل. فبيدخلوا بنشوف انسان آلي اللي بيقول له مين ده، بيقول له انا لويس، بيتجنن دلوقتي يعني مش عارف ايه العبط ده، وبيطلع يجري لابس طبق الفاكهه ويقول له خليك هنا عشان لو عيلتي عرفت ان انا جبت حد من الماضي هيقتلوني، المشكله دلوقتي كمان ان شعرك هو المصيبه، خليك لابس البتاع دوت. وبيطلع يجري ويقول له خليك هنا ما تروحش اي حته. بعدين بيفضل ماشي كده وقوم راح طلع في الانبوبه بالغلط. بعدين بنشوف الروبوت ان هو خايف جدا ومرعوب عشان هم لازم يقولوا للعيله انك جبت حد من الماضي، ما ينفعش تخبي عليهم. بيقولوا انت السبب انك سبت باب الجراج مفتوح، وعلشان كده بقى طاقيه سرق الاله الزمنيه التانيه. بقول له اهدى انا عارف هعمل ايه دلوقتي. في الاول هنسيب لويس في الجراج بعيد خالص عن كل الناس، وبعدين هنزل انا هقول له خطاب حماسي كده وشويه كلام من الدوافع والحاجات الجميله دي كلها. وبعد كده هيصلح الاله بتاعتنا وهيرجع للمعرض العلوم ويصلح الاله بتاعته بتاعت نسخ الذاكره، وبكده هيرجع تسلسل الزمكان لمكانه العادي. طب مش انت قلت انك هتخليه يشوف امه؟ يا عم انا قلت كده بس يعني عشان اكسب وقت مش اكتر، خليك واثق فيها بس. بقول له بس انت بنسبه 99% مش هتبقى موجود اصلا، ولا انا كمان برضه، لازم تحلوا الموضوع ده وترجعوا كل حاجه زي ما كانت. بنروح للويس بنشوفه مع راجل عجوز بيبقى لابس كل حاجه بالمتشقلب في هدوم، فبيساله على مكان الجراج، فبيقعد يوديه لكل الناس الموجودين وكل عيله وائل. نشوف البنت الصغيره والراجل المطاط والراجل اللي عايش على الكرسي لحد ما بقى شبه بلاش تنمر دلوقتي، والراجل اللي بيوصل البيتزا بالطياره ديت، وكمان اخطبوط واتنين توأم لحد ما بيوصل لام وائل المدام فريده. وائل بينزل بس ما بيلاقيش لويس، بيقعد يدور عليه في كل مكان، وبعد شويه ضحك وعبث كتير جدا كده بيطلع من المكان دوت وبيقابل وائل، فبقول له ان انا قابلت كل عيلتك بس ما تخافش، ما عرفوش ان انا من الماضي او اي حاجه. بنروح لابو طاقيه بيدخل عند لويس الاوضه، بس بيلاقي جوب الغلبان بيقول له لويس مش هنا، هتلاقيه على السطح. بيقول له ان انا وانا بلعب ما عرفتش امسك كوره البيسبول والعيال مسكوني دعكوني علقه موت. الواد جوب ده غلبان جدا والله بجد يعني، هو الضحيه بتاعت لويس في الفيلم دوت. لويس عمل حاجات كتير جدا اختراعات وحاجات، وجوب ده هو الضحيه في كل ده. بيطلع على السطح ويقعد يدور عليه، فبيلاقوا اثار رجل وائل، بس الغبي دوت مش فاهم حاجه خالص. فالطاقيه بتفهمه انه في المستقبل دلوقتي وبيركبوا
ويطيروا للمستقبل بالآلة اللي كانوا سارقينها من عند وائل. بنرجع ونشوف لويس بيحاول يصلح الآلة، فبقول له انا مش عارف اصلحها، هنعمل ايه دلوقتي؟ بيقول له استمر وحاول تاني. انت ليه كل شويه بتقول كده؟ انا مش فاهم ايه كل كلمه استمر دي، استمر في التحرك، ايه التخلف ده؟ بيقولوا عشان ده شعار ابويا. فبنتعرف على ابو وائل دوت اكتر، وان هو اسس اول مصنع في العالم للبحث العلمي والتصميم. بيقول له ابويا ده هو صاحب الشركه وشعاره استمر بالتحرك الى الامام، وده هو اللي بيعمله فعلا. واخترع حاجات كتير جدا، الالات ديت والآلة الزمنيه التانيه وانابيب السفر. واول لما صحى من النوم جات له فكره انه يعمل آلة زمنيه بعد خطط كتير ونماذج كتير جدا. ده كان اول نموذج اولي، وبعدين مره في مره بيتطور، ومع الوقت بيتعلم من اخطائه وبيطلع احسن حاجه عنده. ومع كل ده بيفشل، بس هو ما بيستسلمش خالص. وبعد كل المحاولات دي كلها وصل لافضل شكل، وبعدين يشتغل تاني اكتر واكتر وينجح تاني في الآلة التانية اللي سرقها صاحب القبعه برضه. دلوقتي بقى يا لويس حاول انت كمان وما تيأسش. بيصلحها وبيجربه بس ما بتشتغلش. لويس زهق خلاص من كتر المحاولات، فما بتندهله علشان ياكلهم، ولو ما طلعوش هتنزل بقى تقتلهم. لويس ما لقاش اللي يوجهه او يقول له الصح من الغلط وكل ده خالص، فهو عنده نقص نوعا ما، بس هو متعود بده بحته ان هو ذكي جدا، شكله خرافي بمعنى الكلمه. هو بيعمل كل ده مع وائل علشان بس يودي له امه. ابو طاقيه بيوصل والطاقيه بتديله ابنها، بتديله واحده صغننه كده. الطاقيه الام بتروح عند باب التوأم، بيقولوا له رن الجرس ده، رن الجرس، بترنه وبيطلع الاخطبوط، فبتدخل من فوق. بنشوفهم على الغدا، الام بتحاول تتعرف على لويس اكتر واكتر، بس بيقعد يتأتأ كده ومش عارف يقول لهم ايه اصلا. فالام بتحاول تشيل الطاقيه عشان تشوف شعره، بس هو اللي بيضرب خاله ويقول ان امه هو اللي ضربته، بعدين بيضربها هو عشان يعني لويس ما يكشفش والكلام دوت. بيحصل ما بينهم فيلم هندي كده، وبعدين بنشوفهم بيوزعوا توست، ونفس الآلة بتاعت لويس بالظبط هي اللي موجوده في المستقبل دلوقتي. الآلة مش شغاله، فهو اللي بيقول لهم ان لويس ده جامد جدا وذكي هيعرف يصلحها. بيحاول يعملها بس بتطلع بايظه برضه، بيقعدوا يعتذر لهم، بس الغريب انهم مبسوطين بانه حاول على الاقل، بس يعني مش فارق معاهم انك تنجح من اول مره خالص، اهم حاجه انك حاولت. عكس تماما الناس هناك في الماضي، كانوا غريبين جدا ومش مهتمين، عايزين نتائج سريعه، مش بيحاولوا يواسوه مثلا او يقولوا له انت هتنجح مع الوقت وكده خالص. وعشان كده هو كان زهق من كتر المحاولات والفشل، فقعد يقطع في الكراسه اللي كان كتب فيها اختراع الآلة اصلا، علشان محدش شايف ان اللي بيعمله ده مهم. هما شايفين انه مختلف وشاذ عن الواقع، وان هم مستغربين برضو ان هو ما عندوش رياضه معينه زي جوب مثلا اللي بيحب البيسبول. لا، هو مختلف عن الباقي وذكي، عايز الناس بس تصدقه. مع ان الفيلم ده فيه شويه عبث كتير جدا كده، بس هو جامد جدا لابعد الحلول عامه. انا حبيته الصراحه، بالذات في الرساله اللي موجوده ديت في الفيلم ده. من الاخر يعني من الفشل الواحد بيتعلم وكده، لكن لما تنجح هتتعلم ايه؟ مش هتتعلم حاجه. انت اصلا نادر جدا لما تنجح من اول مره، كمان هتفقد الشغف بقى جدا وهتبقى مغرور وتصدق نفسك، لا انا نجحت من اول مره والكلام دوت. في حاجه كوميديه حصلت جدا هنا، ابو طاقيه خلى الطاقيه الصغيره دي تستولي على دماغ ضفدع علشان يروح يمسك الناس دي كلها اللي في القاعه دي. يعني ازاي اصلا؟ وقدر الضفدع قد كده، هو الضفدع اصلا صغير جدا، يعني هيمسك كل الناس دي كلها ازاي؟ فبعد ما فشل في خطه الضفدع بيجي له فكره تانية، وهنا وائل بيعرف امه ان لويس يتيم. بنشوف الطاقيه الام بتحاول تقطع النجفه عشان تقع عليهم، بس الراجل بيستولي على ديناصور، وبعد شويه عبث هائل جدا كده وطياره بتضرب الديناصور بعجينه البيتزا، حاجات غريبه جدا يعني موجوده هنا. بنشوف هنا الديناصور زانق لويس بس مش عارف يمسكه، بقول له انت غبي يا ابني، مش عارف تمسكه ليه؟ يا جدع ده الحيوان اتكلم، يعني مش فاهم ازاي. بقول له انا راسي كبيره جدا وايدي صغيره جدا، يعني صباح الفل امسكه ازاي يعني؟ بس وائل بيجي وياخده، بياخد الوادي يبلعه، بس لويس بينقذه ويضرب الطاقيه من على الديناصور، فالديناصور خلاص كده والضفادع بيمسكوها متلبسه. العيله بتيجي كلها، بس لويس بيبقى متحمس جدا ويقول لها يا ماما بالغلط. بتقول له عادي يا لويس، انت ولد مميز جدا وذكي جدا. فهنا هم عايزين يتبنوه عشان شافوا فيه الطفل الشطور والذكي والمميز، بس ده ما ينفعش خالص. فوائل علشان ينقذ الموقف بيشيل الطاقيه، بيقول لهم فيها ايه يعني؟ انا من الماضي فعلا عادي. الام بتقول له انت غبي يا ابني، انت ازاي تجيبه هنا؟ تقول له لويس انا اسفه جدا بس ما ينفعش تبقى معانا، انت لازم ترجع بيتك دلوقتي. وائل بيفهمها ان الآلة الزمنيه بايظه والتانيه مع الراجل ابو طاقيه. لويس بيقول لها ماشي، بس وائل قال لي انه هيخليني اشوف امي. بيقول لها لا انا كنت بقول كده بس وخلاص. ايه كده وخلاص؟ تكذبت عليا، انت عيل مش جدع يلا، واطلع يجري. شوف الشرير جاي واتفق معاه ان يقول له ازاي يشغل الآلة الزمنيه وبعدين هيخليه يشوف امه، فبيروح معاه ويسيب وائل. فبنشوفهم مع بعض ولويس بيعرفوا ازاي يشغل الآلة، بس الشرير بيكذب عليه والطاقيه بتربطه. بيقول له انت كداب على فكره، وبعدين اصلا انت ليه بتعمل معايا كده يعني؟ وانا واكل ورثك؟ بيقول له انت غبي بجد، انت لسه ما عرفتش الحقيقه كل ده. وبيكتشف ان هو في المستقبل هيبقى ابو وائل اصلا، وهو اللي هيخترع العالم ده كله. بيقول له طيب طالما انا ابو وائل، انت مالك اصلا؟ انت ايه دخلك في كل
كل ده. فبنكتشف كمان ان الشرير ده هو جوب الغلبان، الولد اللي ما نامش في حياته. هو كان عنده هدف انه يكسب بطولة البيسبول، بس في الجولة الأخيرة كان نايم وخسر الفريق، فاتجنن خلاص ومحدش رضى يتبناه نهائي. ففضل يسمع في الراديو ان لويس بيحقق اهدافه يوم ورا يوم، سنة ورا سنة، وبقى ناجح جدا. وفي الاخر الملجأ اتقفل وانا فضلت لوحدي هناك، وانا الشخص الوحيد اللي محدش رضى يتبناه. وخلاص عرفت انه ما كانش انا الغلطان، كان انت، عشان ما كنتش بتخليني انام خالص. انت بس شخص مغرور عايز مصلحتك، بس ما كنتش بتحس ان في حد معاك في الاوضه هيموت وينام يا جدع. فروحت عند بيتك وقعدت ارمي بالبيض، وبعدين قابلت الطاقيه واللي انت اصلا كنت صانعها بس عشان حاجات هبله بس للدكاتره، حاجات بسيطه جدا، بس هي كانت شايفه انها عندها قوه كبيره جدا وانت بس كنت بتستغلها في حاجات تافهه. فلما اتمردت عليك انت حبستها، بعدين هي طلعت عادي جدا واتفقت معايا اننا نخلص منك للابد. فتسللت لبيتك علشان وائل كان ساب الباب مفتوح، وسرقت الاله الزمنيه. بيطلعوا فوق بس بيلاقوا وائل جه، فبيطلع يجري وينط ويهرب معاهم. ولما بيقربوا خلاص انهم يروحوا البيت بتيجي الطاقيه وبتقتل الآلي، بتاخد الآلة وبيروحوا للماضي علشان يسجلوا الآلة الزمنيه ويغيروا له المستقبل. وخلاص هنا جوب بيقرب يمضي ووائل بيختفي. مع كل نقطة حبر بتنزل شخص بيختفي وحاجة بتتغير في المستقبل. بيروح الجراج ويشوف المستقبل هيبقى عامل ازاي والشر اللي هيحصل وازاي الطاقية هتسيطر على كل الناس. فبيلاقي كل العيلة تسيطر عليها، فبيركب الآلة بيحاول يصلحها وبتشتغل فعلا. نشوف العالم بقى مظلم وداكن جدا. بتجيله فكرة بيرجع بالزمن للماضي عشان يلحق جوب. بيفهموا ان الطاقية دي بتسيطر عليك وهتدمر المستقبل كله. الطاقية بتقرب منه بيقول انا عمري ما اخترعتك في حياتي، وبتختفي. بيرجعوا له للمستقبل بيقول انا ما كنتش عايز اعمل كل ده، انا بس كنت عايز اخليك تعيش في سواد وجحيم وتفشل في حياتك دي كلها. حاجه طبيعيه يعني، اي حد ممكن يعمل حاجه زي كده. فبينزلوا ووائل ما بيبقاش طايق جوب خالص، بيقعد يشتكل معاه بس جوب بيمشي بيبعد خالص عنهم. بنشوفه مع العيله، وكمان لويس الكبير بتاع العالم ده وصل ووراله كل حاجه هتحصل في المستقبل، وبيوري لهم اختراعه من الاول خالص وان ده كانت بدايه النجاح كله. وائل بياخده عشان يشوف امه زي ما كان عايز، بيروح يشوفها بس هو لو لمسها بس او عمل اي حاجه زياده كل حاجه في المستقبل هتتغير بعد كده. فبيقرر ما يعملش كده ويمشي وبيتزحلق بس بيستخبى. وده اللي حصل فعلا في الاول خالص. وبعدين بيخبط على الباب علشان صاحبه الدار تطلع تشوفه هو صغير عشان جو ساقع جدا والبرد هيموته. وده اللي حصل برضه في الاول خالص، هو اللي كان خبط ما كانتش هي. وخلاص بيودع ابنه المستقبلي. شوفوا هنا كده وبيروح لجوب عشان يفوقه انه يمسك الكوره، وهو اصلا ما كانش يمسكها. انا هموت وانام بجد والله يعني، بس انا عايز افهم بس يعني هو المفروض ما كانش يعمل كده، المفروض يعني كده المستقبل هيتغير ولا ايه؟ انا نرجع تاني بنروح للمعمل ويوريهم الآلة ويجربها، وبنكتشف ان البنت الصغيره دي بتاعت الضفادع هي هتبقى مراته اصلا في المستقبل. والست ديت الدكتوره اتجوزت الراجل العجوز ده اللي بيلبس هدوم بالعكس، ودوت هو الراجل المطاط دوت هو ده. يا سلام على الضحك. وتوته توته خلصت الحدوته. رسالتنا النهارده هي انك ما تبصش وراك وخليك دايما عايش النهارده مش امبارح ولا بكره، وتستمر في السعي بس. نهايه اقول كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. بس انا متضايق جدا لانهم بيقولوا انه هيبقى 29 يوم بس، يعني احزان جدا. ولازم تعمل سبسكرايب بقى ماشي.